قصتي مع البرد بدت من زمان شديد، من ثالثة ولا رابعة أساس. كنت بخاف من البرد شديد. أنا كنت ألبس قميص المدرسة وفانيلة وسيوتر وطاقية غير الطاقية بتاعت السيوتر أصلا. أي نعم ما كنت بلبسهم بإرادتي، لكن جد أنا كنت بكون خايف من البرد. أنا كان بصل مرحلة والشي كله بيتورم من البرد، وده كله في بداية البرد. يعني لسه الشتاء ما قال يا هادي. ومشاكلي مع البرد بتتلخص في شوية حاجات حنشوف الليلة في الفيديو، فعينوا الانترو. يا السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد قسم الله هنا من قسم شو. زي ما وعدناكم الأسبوع اللي فات حلقة الليلة عن الشتاء، وليه أنا بكره الشتاء. يا جماعة موضوع الشتاء ده بتعبني نفسيا صراحة، يعني وحاجة مغيدة جدا، ما بخليني أطلع في الوقت اللي أنا عايزه، ما بقدر أمشي أحضر النادي في الكورة بالليل، وأقل حاجة ما بقدر أشيل تليفوني أتكلم برا في الحوش. يعني فاهم، أنا مقفل من جميع الحاجات اللي أنا بعملها بحياتي. يعني أنت أكيد بتشوف ناس بتجرسوا من الصيف، وده الكتار شديد يعني، وأخ الصيف والسخان وبتاع. فنفس الفكرة، يعني أنا الشتاء ما بينفع معي بنفس اي حاجه. فاهم، الناس بيكرهوا الصيف، انا بكره الشتاء. نفس فاهمني، معادله رياضيه بيناتهم على متساوي. بس اي نعم بدايه الشتاء ظابطه وجو ظابط وجو ظريف وحي لما برد لما في حر، الامور طيبه. لكن تصل مرحله انه انا اصور فيديو في درجه حراره 15. ليه؟ ذنبي شنو انا بطريقه انا بس اتذكر معي انه احنا طلبه جامعيين. يعني انت اقنعني كيف في الجو ده انا اقوم الصبح اصلي واقوم امرق محاضره 8؟ ما في اي منطق برجح المعادله دي خالص. الشتاء ده اللي زول قاعد في البيت ما عنده شغله، ما عنده حاجه يقوم ليها غير انه يمشي ياكل ويرجع ينوم تاني وما يعمل اي شيء تاني في حياته. فاهم، دوري انجليزي افلام بتاع، لكن ما يعمل شيء في حياته. انا كده ممكن ابدا اجازف في الشتاء، فاهم، بس غير كده ما في طريقه انك تقدر تجازف في الشتاء باي طرق من الطرق. عشان برضو الشتاء ده بخليني كاين كسول لابعد درجه، بكون عايز انوم في اي وقت، صباح عصر ظهر، في المحاضره في المحاضره في اي وقت، فاهمني. فانا يعني بكون كاين ابو القنفذ شديد، فاهم، بكون ما قادر، بكون ما عارف انا اسوي شو في يومي اصلا، غير انه انا ما اقدر اطلع من تحت البطانيه. ثاني برضو اغلب الالتهابات اللي انت بيجيك ساي، فاهم، من لا بيك لا عليك لا حواليك، يجيك التهاب من ما تقعد اسبوع كامل مويه ما قادر تشربه، وبالليل ما قادر تنوم. يا جماعه اللي بخليني احب لها حاجه زي دي شنو؟ منطق بس عين اقنعني بيدي. طيب في زول حايم في السودان عنده اكثر من 3-4 بلوفرات بالكثير، حقعد البس اليمتين هدوء ما حتخلص، حكون حايم بالاثنين 4 دي طبعا وصف مبالغه طبعا. ما في انا البلوفر بتاع المرفأ ذاته ما حقي، انا في شاديه، فاهم. المهم هدوء ما حتخلص، عمرك بشنو انا اقنعني؟ ما في الصيف هدومي كلها بتتجازف، حقعد البس تيشيرتاتي وقمصتي والموضوع بينتهي. يعني الموضوع ما خطر، ما بزول بلاحظ اصلا. لكن انا حايم ببلوفر اصفر كل يوم، اكيد حيتلاحظ زي حناني ذاته، يا مان زول مقطع. فنحن دي داريه كيف؟ مثلا انا في الصيف لما اتضايق من السخانه بخش اخذ لي دوش بارد كده، فاهم، اموري بتظبط. لكن انا في الشتاء يعني انا ممكن اخذ لي دوش مسخن، فاهم، اموري بتظبط. لكن لما نطلع انا حندم على اليوم اللي فكرت فيه واخذ دوش اصلا، فهمتوا؟ دي مصايب انا يعني فاهم، بديكم من طرف الجيب، فاهم، حكون معاني. بس دي الحياه اللي انا ما قادر استحملها. وللناس اللي بتحب البرد، يعني بتحب كل يوم تصحى الصباح تقعد تفكر حتستحمى كيف، بتحب كل يوم تصحى الصباح بتفكر حتتوضى كيف بالمويه البارده دي، بتحب انه تقضي يومك كله تقعد تفتش للشمس وين، بتحب انك بالليل وانت في الداخليه تجوع وما بحاجه تدخلها ببطنك غير مويه. شفتوا عنه كلام الضابط بتاعت ليالي الشتاء البارده والروايات والقصص، فاهم، ده كله طلس، فاهم، ما تصدقوا. انا جادي معكم، انا اقتنعت تماما بالحاجه دي. ففي الاخر يعني عشان نحن ما نجود كثير، انا بكره الشتاء لاسبابي وانت تحب الشتاء لاسبابك، وي ار نوت سيم. اي نعم عارف انه انا حاتردم بالفيديو بتاع الليله دي، لكن يا جماعه دي حقائق ما بقدر اسكت عنها صراحه يعني. وفي اخر الفيديو حابب اقول لك قاعده كده خطها في اذانك، ما ابي مع انه انا بحب الشتاء مع انا بحب الصيف، فهمتوا؟ يعني في ناس كتار بيحبوا يزنقوني في الكورنر دي، فهمتوا؟ انا بكره الشتاء. اي نعم الحين جبت سيره الصيف هسي. ففي الاخر بعد الجوطه والكواريك دي كلها بس حبيت يعني اعبر عن مشاعري، لانه صورت الفيديو ده والفيديو اللي فات وانا مكتوم في حته خلوها بالنيه. انا ما قادر، انا خلاص، انا موضوع الشتاء ده لو اتطور اكتر من كده انا ما حقدر عديل. فربنا يكون في عوني والناس زي اي زول زي يا جماعه يجيني في الكومنتات نتلم على بعض، لانه نفسي في ناس زي ديل. اخي كرهت الناس اللي بتحب الشيء ده يا جماعه بالله. ففي اخر الفيديو خلاص انا كده وصلت رسالتي واطمأنيت، وبعد ده اقدر اعتزل وانا مرتاح.
شرط سوريا. المهم في اخر الفيديو ما تنسوا تكتبوا لنا تعليقاتكم تحت، وما تنسوا تعليقاتكم دي انا حكرر عليها كم مره، لانه يا جماعه وين التعليقات وين الكومنتات؟ انا بعمل الفيديوهات دي على اساس صلواتكم صراحه يعني. ففي اخر الفيديو ما تنسى تعمل لايك سبسكرايب شير. كان معكم محمد قسم الله، مشتاق جدا لتعليقاتكم، واعمل معك شير الفيديو تاني يا جماعه. شير زر الشير ده والله ما بعوق. تذكروا زمان لما عندكم زر الشير ده اول ما تدوس عليه بيدوك 3000 جنيه تحت المخده، بس انت تنوم تلقاه تحت المخده. في الاخر كان معكم محمد قسم الله، هنا قسم شو. السلام عليكم.